في عالم الحياة البرية، الحياة مش بالعشوائية اللي انت متخيلها. بالعكس، ده ليها قوانين ونظم، واللي بيخرج عن القانون بيتعاقب. وعلى عكس ما انت متخيل، مش كل معارك الأسود بتبقى معارك سيطرة أو نفوذ أو ملك. لا لا، الموضوع ممكن يبقى أبسط من كده. لما الشبل ده كسر القاعدة وحب يتناول من الفريسة اللي اصطادها الأسد الذكر ده، واللي قاعد بيتناول فيها حاليا، أخد عقابه فورا بهجوم شرس ومباغت من الأسد الذكر البالغ، اللي تقدر تقول بيحمي قواعد أو أسس الحياة دي. مناوشة ورا التانية، إلا أن الأسد الشاب صمد إلى حد ما في وش الأسد الكبير، اللي بالمناسبة ممكن يكون أبوه أو حاجة شبه كده. بس لأ، وقت حضور الملك كله بيتفرج. عارف شبه زمان سي السيد اللي بيقعد ياكل على طبلية لوحده، وأمينة ما بتقربش الأكل غير لما بيكون هو خلص أكله. حاجة حقيقي شبه كده. تقول اللي بيعملوه ده فطرة فيهم، ولا حاجة اتعودوا عليها، ولا مهارة اكتسبوها من مكان ما؟ الله أعلم. ومش هبالغ لك وأقولك إن دي كانت معركة مميتة أو قاتلة. لا لا لا، هي مناوشة تقدر تقول عنها قرصة ود من الأسد الذكر لأسد شاب لسه على جهل بقوانين الطبيعة. أتمنى يكون الفيديو عجبك، تكون استفدت بمعلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو. وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.